اللي تحوش فيها همومك ومطالبك لربنا سبحانه وتعالى اللي شكلها مستحيلة كده ولا يقدر عليها إلا الله بعد العشاء، لحظات قيام الليل. حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف إنسان بيقوم من فراشه علشان يصلي أو بيتوضى بالليل في الساعة عشان يصلي، فيقول رب العالمين إلى الملائكة انظروا إلى عبدي يعالج نفسه، يعني بيجاهد نفسه، انظروا إلى عبدي يعالج نفسه ثم يسألني فما سألني عبدي فهو له. أص أي دعوة بإذن الله بإذن الله في قيام الليل بإذن الله ربنا يستجيبها لك لو كان فيها خير ليك. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ أكتر يا رب دايما الأوقات تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى كلنا نصلي على الرسول. حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، بحبكم في الله. طبعا النهارده عايزه اقول لكم الاكله دي ما عملتهاش بقالي ممكن دخلت في شهرين. البتنجان والفلفل ورق العنب ده عايزه اقول لكم بقالي شهرين ممكن اكتر، فتره طويله قوي ما عملتش الاكله دي. قلت بقى ستوب، لازما ايه، انتوا عارفين ان انا بعمل دايت وهو المحشي مسموح في الدايت. عملت والله بس ما اكلتش كتير. هتشوفوا يعني. المهم بس عايزه اقول لكم اعملوا الخلطه زي ما هي كده، بجد حلوه قوي. كام تركايه كده بتخلي المحشي طعمه حلو قوي. نزلت بزيت وسمنه، تمام. نزلت بالبصل، وبعد ما بنزل بالبصل على طول بحط ملح وفلفل اسود، صح؟ انتوا خلاص عارفين اي حاجه بصلايه على طول ملح وفلفل. نزلت بقى بقرن فلفل بقطعه مكعبات صغيره، مش بحب افرمه في الكبه، يعني زي مكعبات كده في الخلطة. في الاخر لما بتستوي كده لو جيتي قسمت البتنجان ولا الفلفل هتلاقي فيها مكعبات كده فلفل، وبتدي تست حلوة قوي. نشوح الكلام ده كله مع بعضه. تركاية مهمة قوي في الوقت ده، نحط كمان فصين توم. فصين توم بيودوا المحشي في حتة تانية. عايزة اقول لكم ان احنا زمان كنا عمرنا ما بنعمل المحشي بتوم، بس والله العظيم طلع حلو جدا في الاكل. بحط بقى في الخطوة دي المهمة جدا 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 ولازم تعمليها في البداية، هتخلي طبيخك زي العسل. حطي نص معلقة سكر صغيرة من بتاعة الشاي ومكعبين مرقة. بس السكر اوعي تنسي ان كده كده هنحط المرقة، لو حتى حطيناها في الصلصة عادي، بس التست بتاع السكر بيخلي البصلاية الطبخة كلها بتبقى زي العسل. تمام. شايفين شكل البصلاية عاملة ازاي؟ انا هنا كنت مفرزة ورق عنب بيتشال زي ما هو، بلفه بستريتش راب كده وبحطه في التلاجة. بحط شوية زيت وشوية ليمون، عصرة ليمونة، نص ليمونة كاملة، وشوية ملح بس، تمام. وبقلب في البصلايه. واهم حاجه برضو في البصلايه ان انت تقليها حلو يبقى لونها ذهبي كده. انزلي بكيسين صلصه، طبعا الصلصه الجاهزه اللي احنا اتعودنا نشوحها على طول مع البصلايه. فايدتها بتفرز الماده الحافظه اللي فيها، وبتخلي الطبخه برضو معاكي زي العسل، ما بيبقاش فيها حموضه وبتبقى مسكره. عايزه اقول لكم احلى تسبيكه هتعمليها للمحشي. الناس اللي معترضة على الثوم، يا جماعة انتوا بتحطوا، يعني لو نجيب للشيفات الكبار، انا كنت في المدرسة وبتفرج عليهم والله العظيم، الشيف هلا فهمي وعلاء الشربيني والناس دي كلها بتحط ثوم، بتحط هريسة. انتوا فاهميني؟ انا جربت الحاجات دي، اتعلمتها قبل ما اخد كورسات طبخ، اتعلمتها من الشيفات الكبار. الحاجة دي، التركاية دي، انتوا فاهميني؟ حلوة جدا. بصوا، انا بقى كان عندي فراخ، كان عندي فرخه بلدي، وكان عندي حوالي 3 وراك. قلت انا اضفهم بقى مره واحده. انا كنت نقعهم الصبح بزر ورد وعود قرفه خشب وجنزبيل وفلفل اسود وليمون وملح ودقيق، تمام. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم القرفه الخشب او القرفه البودر لما بتحطيها مع الفلفل الاسود وكمان معلقه طحينه، وبجيب طماطميه كده وبفضل ان انا كاني بشرتها على الفراخ، وممكن انقعها في الكلام ده ليله كامله. عايزه اقول لكم الفراخ بتبقى ريحتها وطعمها بتبقى زي العسل، بتبقى نظيفه جدا. بيبقى في تحت الجلد كده ماده لزجه تحسها كده بتلزق، دي بتتشال. انا بسلك الفرخه يعني من ظهرها ومن عند بطنها، بتبقى الجلد كانه كده مهزوز. انتوا فاهمين قصدي؟ لازما يعني من الصبح كده قبل الطبخه مثلا ب4-5 ساعات، لو انا مش نقعها من بالليل لازما الفراخ دي تبقى فله. شطفتها من الكلام ده الاولاني، وعملت بقى معاكم يعني نقع تاني وانا بطبخ كده حوالي نص ساعه، اللي هو ليمون وملح ودقيق وفلفل اسود، وحطيت كمان قرفه. اللهم بارك، الفراخ زي العسل. انا هعمل بقى وركين ابيض، وركين فراخ بيض، ومعاهم اللي هي الفرخه البلدي. وشلت الورك التالت في التلاجة، يعني كان في زيادة النهاردة في العدد وكده،
فزودت في الفراخ، بس اللهم بارك. ومتعودة حاجة طول ما انا بشتغل في حاجة اغسلها يعني على طول عشان الدنيا ما تكركبش عليا. صحيح بتعب شوية، مش هكذب عليكم، يعني كمان النهاردة تعبت قوي في موضوع المحشي ده، لف ورق العنب واليوم كله غصب عني والله يعني، وانا اصلا عندي نقص كام فيتامين كده وحاجات، فتعبت النهاردة جامد قوي. ادعولي بقى دعوة حلوة، ادعولي ربنا يرزقني كده بالذرية الصالحة يا رب، ويريح قلوبنا كلنا ويعوضني عن يزن الله يرحمه. المهم نزلت بزيت وسمنة، حطيت رشة ملح ورشة فلفل اسود، وهشوح الكلام ده كله مع بعض اهو. طبعا بتبقى تركايه حلوه قوي بتاعه التشويح. بصوا كل ما بقلب الفراخ بحط لها رشه فلفل اسود. معايا زر الورد ده بيجي من عند العطار للشوربه، تمام، بيدي تيست حلو قوي وريحه حلوه للفراخ وللبط وللحمه. طبعا الفراخ والبط بيبقوا محتاجين حاجات عطريه اكتر، فاهمني. حطيت بقى ورق لورا وحبهان ومستكه، اللهم صل على النبي، وحطيت بصلايه وجزرايه وطماطم ومكعب مرقه. بس ايه، ما بستعجلش على الفراخ بصراحه، انا بسرع لكم الفيديو، بس بخليها تتشوح كتير قوي. وبحط حاجه كمان يعني اتعلمتها بصراحه، عمري ما انتوا عارفين انا زي ما قلت لكم بقى، انا خدت كورسات وكده، اتعلمت حكايه البهارات الفراخ دي، بحط منها نص معلقه مع التشويحه كده، بتديها تست حلو قوي. انا ليا كام خلطه للفراخ انتوا عارفينها قبل التشويح وكده، بس النهارده استسهلت. فالحاجه اللي اقولها لكم والله بجد عمري ما هبوظ لكم اكله، ما تخافوش. طبعا متابعين اللي عارفيني من زمان، انتوا اكيد جربتوا حاجات ليا وعارفيني انا اصلا لو حاجه باظت مني، انتوا فاهمين، ممكن ده في البدايات، ممكن 1 في 1,000,000 والله. يعني الحمد لله انا حابه المطبخ يعني. لو لقيت حاجه باظت مني او من كده كنت بصورها، ولما مثلا تخلص الاقيها بايظه ما برضاش انزلها، انتوا فاهميني. نزلت بقى بشويه في الاخر خالص لما بتتسبك بننزل بالتوابل. يعني احنا حطينا في الاول على البصلايه ملح وفلفل، بحط في الاخر كمون وكزبره وبابريكا وشويه ربع معلقه كده من السبع بهارات. بقلب الرز تمام، والصلصه انا عارفه ان هي على قد الرز بالظبط اهو. نزلت بالخضره شبت وبقدونس وكزبره، اللي بيخلي المحشي مسكر معاكي كتري البصل والخضره يبقى ليها ريحه كده. اول ما تنزلي بالخضره روحي قافله النار على طول، يا دوبك يشم النار، معلقتين زيت كده على الوش وبس. تعالوا بقى نعمل احلى طريقه كيكه، واقول لكم على الحاجات اللي كانت بتخلي الكيكه معايا مكتومه وما تكونش هشه وما ترتفعش معايا. تمام، حطيت 4 بيضات عليهم معلقتين خل. في البدايه الخل بيخلي ريحه الكيكه حلوه وبيمنع الزفاره. حطيت كوبايه وربع سكر، تمام، وحطيت رشه ملح لان خايفه ان انساها في البدايه يعني حطيت 4 بيضات عليهم كوبايه وربع سكر. حطيت اللهم صل على النبي معلقتين خل ورشه ملح، ومعايا نص كيلو لبن، والمقدار اللي انا هقولك عليه ده هياخد نص كيلو لبن كامل. وحطينا طبعا كوبايه زيت. بصوا بقى كده كنت بزود اللبن لان انا عايزه اعمل صينيه كبيره. دي صينيه متهيألي مش عارفه، بقول لكم مقاسها في فيديو تاني، بس بتبقى صينيه كبيره. اللي بيكتم الكيكه يا غزل ان يكون سمكها تقيل. معايا كيسين تانك، انا حبيت النهارده ان طعم التانك يكون قوي كده، بصراحه حبيت طعمه في الكيكه قوي. ايه اللي بيخلي يا غزل الكيكه تكون مكتومه؟ انك انت تخليها تقيله، الخليط يكون تقيل. كل ما كانت تقيله كل ما كانت مكتومه وهتطلع معاكي عجينه. كل ما الكيكه كانت قوامها مظبوط مايل للخفيف هتطلع معاكي هشه وناجحه جدا. اخواتي بقى في الوقت ده وماما قالوا لي زودي السكر شويه، لان انا بعملها سكرها مظبوط، هم بيبقوا عايزينها السكر بتاعها مظبوط سيكه. قلت لهم ماشي تمام. حطيت بعد كده مع الخليط دوت، حطيت 2 تانك برتقال، وحطيت عليهم 2 كيس فانيليا، تمام. حطيت اللهم صل على النبي، زودتها شويه سكر تاني. 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كيسين تانك برتقان، كيسين فانيليا برتقان، معلقتين خل ورشه ملح. ضربت ده كله في الاول مع بعض، تمام. صفيت الخليط في بوله، حطيت 3 كوبايات دقيق، تمام. عملت صينيه كبيره 3 كوبايات دقيق، وحطيت كيس كامل بيكنج باودر ومعلقتين نشا. طب ايه، في ناس مستغربه موضوع النشا ده. بصي اي حاجه تستغربيها خليكي شاطره. ازاي يا غزل؟ اكتبي على جوجل فايده النشا على الكيكه، تمام. شوفي هيكتب لك ايه بقى، تمام. بيساعدها ان هي تفضل هشه ويكون فيها كده رطوبه وطريه
شفتي سبحان الله، يعني النشا في اي حاجه بتخليها مقرمشه كده، بيخلي الكيكه معاكي هشه وطريه ليها حاجات كتيره قوي. ادخلي على جوجل واكتبيها. حطيت على الدقيق كيس كامل بيكنج باودر ومعلقه النشا والخل والملح، طبعا حطيته في الخلاط في الاول. هنا الكيكه معايا كانت تقيله، لو انا خليتها كده مش هتطلع كيكه، هتطلع عجينه. كملت عليها باللبن، فكت معايا وبقت كده. شفت السمك اللي انا انزل بيه كده؟ انا عايزه الكيكه بتاعتك تكون كده. حتى لو كترتي مثلا في كميه الدقيق وغلطتي ونسيتي انت حطيتي قد ايه دقيق، زوديها لبن، زوديها لبن لحد ما يبقى سمكها كده. كل ما كانت خفيفه معاكي كل ما كانت تبقى هشه. يعني تبدري الارضيه بسمنه ودقيق، تمام، وتدخليها الفرن يكون يعني مولعاه قبلها مثلا بنص ساعه. لو الصرم ايه، لو البوتاجاز بتاعك ما بيولعش يعني بياخد وقت عقبال ما يسخن، قبلها بنص ساعه تدخل الفرن سخن. هتهبط منك ليه بقى؟ اللهم صل على النبي. لو فتحتي عليها الفرن بعد 30 دقيقه هتكون الكيكه بتاعتك ارتفعت، تمام. تطلعيها تختبريها بخله، بس هي كده. وحطيت معلقه سمنه المره دي في الخلاط مع كوبايه الزيت، كانت حلوه قوي، وريحتها وطعمها اللهم بارك، وهشه جدا. واول ما بتستوي زي ما قلت لكم بتفك لوحدها من القعر، ما بتلزقش في قعر الصينيه ومن الحروف، اللهم بارك. جبت بقى البتنجان والفلفل قدامي، جبت الترابيزه دي قلت اقعد عليها، تمام. وجبت بقى ايه، حطيت في الارضيه بصل وجزر وطماطم وكده. ظبطت الشوربه وصفيتها، حطيت لها مكعب مرقه وملح، تمام. وبجيب بقى حاجه حلوه قوي، القمع ده. انا مش بحب اخلي المحشي، بصوا لو انتوا حطيتوا الشوربه على المحشي كده من فوق البتنجان والفلفل، الخلطه بتاعتك كلها تقلب، بدل ما هي حمرا، انتوا شايفين المحشي احمر صح، هتلاقوها بيضه. فانا بجيب القمع بحطه في نص كده الخضار، وبحط الشوربه بخليها تنزل تحت على طول في الحله، ما تبوظ يعني ما تبوظش وش الفلفل والبتنجان، انتوا فاهمين قصدي. بحط على ورق العنب ليمون ودبس رمان، بيخليه ميزز كده وحلو. وحطيت على الوش كمان حته سمنه بلدي، وبس كده يا اختي، تمام. بسلك بقى، طبعا هي متسلكه والله، نزلت على طول زي ما انتوا شايفينها كده. بحطها على البتاع بتاع الكيكه ده وبسيبها تهدى مع نفسها، كانت هشه وزي العسل. بجيب بقى في الاخر ان انا احط الاكل. طبعا ريتال كانت عامله النهارده معايا، اقسم بالله نافوخي ده طار. كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.